السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هاد الفيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده. جيت نشارك معكم هاد الكيكه بدون بيض ولا حليب ولا ياغورت ولا طرب كهربائي، كتجي مفشفشه وخفيفه. وغادي نحضر معكم حتى واحد الصلصه اللي كتجي لذيذه ورائعه. باش ما نطولش عليكم، نبداو في المقادير على بركه الله. بالنسبة للمقادير، عندنا هنايا كاس إلا ربع ديال الزيت، معاهم كاس ديال السكر سنيدة، مع قشور ديال البرتقال. انا عوضت فاني بالقشور ديال البرتقال، مع ملعقة صغيرة ديال الخل. كنخلطوا المكونات جيدا، وكنضيفوا جوج ديال الكؤوس ديال الماء دافي. وبالنسبة للدقيق، غادي نحتاج جوج ديال الكؤوس عامرين ديال العنبة، 270 غرام، وجوج خمارات حمرين 16 غرام، 8 في 8، حيت في كل باكي عندنا فيها 8 غرام، وجوج معالق كبار ديال الكاكاو المر. كنخلطوا النواشف ديالنا جيدا، وكنوضعوا الخليط ديالنا في المول من بعد ما كندهنوه بشويه ديال الزبده والدقيق. هنا وضعت الخليط ديالي في المول العجيب، ودخلتها الفران لمده ديال 45 دقيقه، فران بارد. وبالنسبه للصلصه اللي كنوضعوها فوق من الكيكه ديالنا، عندنا هنايا جوج معالق كبار ديال الكاكاو الحلو، معاهم جوج معالق كبار ديال النشا مايزينا، معاهم السكر حسب الذوق، وجوج كيسان كبار ديال الماء. وعندنا هنايا 8 ديال القطع ديال الشوكولا السوداء، كنوضعوهم في الاخير. وكنديروا جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر. من بعد انا هنايا مسقيتها، كنت وضعت داك الصلصه ديالي اللي كنت حضرت معاكم، ومن بعد كتزينوها باش ما بغيتو. وبصحتكم البنات، غير جربوها، راه كتجي اكثر من رائعه.